تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد الجديد مع مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 واللقاء الذي يجمع المجموعة السادسة بين المنتخبين البلجيكي والمغربي. المغرب الذي حقق التعادل في المباراة الأولى أمام الكروات بنتيجة 0 مقابل 0 يعطينا الأمل في هذه المواجهة بالمناسبة أمام الشياطين الحمر الذين فازوا على المنتخب الكندي نتيجة 1-0. إذا ضربة البداية بصافرة الحكم المكسيكي سيزار أرتورو، ومع البداية تشكيلة المنتخب البلجيكي اليوم بتيبو كورتوا في حراسة المرمى، مولي 15، هالديل فيرد رقم 2، فيرتونغن رقم 5، تورغان هازار رقم 16، فيتسيل 6، ونانا 18، كاستاني 21، كيفين دي بروين رقم 7، باتشواي رقم 23، وإيدين هازار رقم 10. ما يهمنا التشكيل بالنسبة لوليد الركراكي، الاعتماد على نفس العناصر التي حقق التعادل أمام الكروات، بداية بياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي رقم 2، نايف أكرد 5، إضافة إلى منتخب كندا الذي أرسل إشارة في أول انطلاقة العرضية، ولكن تيبو كورتوا بعد ذلك يتابع ديال الكرة. منتخب بلجيكا يرسل أمامية الكرات في دار المدافعين، مهم جدا استثمار الكرات في دار المدافعين، لأن مع شقيق ويدين هازار هذه الكرة البينية بونو، اخرج يا بونو، صعبة هذه الكرة، وصعبة هذه الكرة. أول إنذار يأتي من باتشواي، تمشي مباشرة إلى الركنية دي في حكيمي زياش، يرفع الكرة زياش، ولكن الدفاع فيرتونغن. ذلك في الكرات العالية الراسية خطيرة، الراسية، وبعد ذلك في ركنية ثانية البحث، يلا يا سايس، العرضية يا سايس، سيرفع داخل منطقة الجزاء، كيس وعدم ارتكاب الأخطاء الرأسية في دي بروين يحاول المرور وفيها صافرة. هذه الأخطاء اللي تكون خطيرة جدا على مرمى زياش، المساندة من مرابط، صعبة ديال الدقائق، الكرة الكرة ترفع في نهاية الماء، تلعب هذه الكرة، هازار يحضر التسديدة، جدار مغربي، والكرة تخرج مباشرة للركنية مرة أخرى لعناصر المنتخب البلجيكي. تسديد مرفوع الكرة، سايس في نهاية المطاف، تغيير كلي على الجهة اليسرى، ولكنها مقطوعة بعد ذلك. مرفوعة ديال الكرة، محمدي حذاري المحمدي، هنا الكرة من أونانا بالراس، ولكن شديد فيها إمكانية التسديدة الأولى يا زياش، الومضة الأولى يا زياش، اليسرى الأولى يا زياش، ولكن أعلت مرمى، هنا تيبو كورتوا إعادة، وصلت الكرة في الجهة اليمنى، ماذا تفعل يا حكيمي؟ لحسن الحظ منير المحمد، انصيري كورتوا، اضغط يا كورتوا، انصيري كان ممكن يخطف هذه الكرة بالراس، غير مسيس، المرابط يوقف الكرة، حذاري يا مرابط، خلفك اللاعب، حذاري من الكرات في دار الدفاع، الصعود يلعب في دار المدافع في وضعية التسلل، يقول الحكم أول حالة تسلل تسجل على المنتخب الملاح العرضية، ومرفوع الكرة وبالراس وخطيرة، ممتاز هذه الهجمة، بوفال فشار والوقوف في أرضية الميدان، ولاحظ معي الصورة دائما تتكرر جزاء، نعم كرة مرفوعة ممتازة، لكن تأخر انصيري، هنا سبرينت انصيري لم يحمد الرجال، المرابط حذري من دي بروين، مرر الكرة لمونيي، المحمدي في متابعة هذه الكرة، نعم شوف هنا هذا اللاعب، ترفع دي الكرة عند انطلاقة من الجهة اليمنى، الهربة الآن، الهربة والانسداد، يا حكيمي، كنت أنتظر بأنك ستمرر يا حكيمي، حذاري، إذا مونيي مرت عالية سلامات، الأخرى باتشواي ما يسددش في أونانا في العمق، باتشواي في التسلل، وين رايح الراية مر الميدان، وباتشواي أي انسلال ممكن يشكل خطورة هنا في صافرة، وبالتالي لديه سايس من أبعد الكرة، وحكيمي في خطأ الحكيمي، الشباك تناديك يا زياش، الله أكبر، فعلا نصاب،
ماذا هناك؟ تشيك جول. لا وين التسلل؟ وين التسلل؟ مشاهدينا الكرام، لا يعاين هناك تحركات هازار، والكرة طول مباشرة إلى التماس. شوط تكتيكي مدافع في يد الأثناء المكسيكي يعلن على نهاية الشوط المباراتي الأول. بالآخر المنتخب المغربي زياش ممتاز يا زياش، معلش زي أكرد أنت الأول يا أكرد. محمد هازار هازار سدد، برافو المحمدي في اول اختبار مع بدايه الشوط. المنتخب الكبير كبلجيكا مرفوع الكره، تحضير بهذا الشكل ممتاز. الكره ترفع بالراس لكن مرت عاليه دون خطوره على مرمى الحارس منير المحمدي. الصوره اللمحه تمريره، بوفال في الاستلام، بوفال في الدخول، بوفال وجول على التسديده الماضيه. المهاره، الابداع منتخب بلجيكا. هذه صعبه في الاراضي القطريه، امل لاحظها، تسديده ومباشره الى ضربه مرمى مزراو اللي مغربيه، لا زالت مغرب وفي المكان الصحيح. هنا الكره صعبه، حكيمي خام على العزيمه، الكنترول، انسيري اعريني هازار يبحث عن المرور مع ايدين، يبحث عن المرور يا المحمدي، حذاري من دي بروين. حكيمي يرفع في القائمة الثاني، من يتابع، خطيرة ينصيري مرة أخرى. التموضع لم يكن فال، مرة الكرة للصابيري، أول لمسة إمكانية تسديد شوط. يا أناحي دافع، رد بالك يا حكيمي، ميمورش. إذا تلعب الجانبية، طلع الكرة ميمورش ما يسددش. المحمدي والصافرة تأتي من بها 6 لاعبين مغاربة. على خير، هذه كرة بالراس، الله على التمريرة، بوخلال ينادي، ولكن ناحية لاعب دي بروين خطيرة، مرت سلامات الكرة الماضية. وهنا لدينا ضربة مرمى. هذا السيناريو بلجيكا ستضغط الآن. فعلا الصورة واضحة والمشهد واضح، كأس عالم جماهيرية على كرة بالراس. مرت سلامات مجال ملعوب الكرة أمامية القتالية يا شباب، الشراسة يا تحضير في استلام إلى اليمين، محاولة تتحول ضغط فيها المنتخب البلجيكي. توصل مرة أخرى العرضية، هنا الكرة الأمامية في اتجاه عبد الرزاق، لم يتحكم فيها معلش عبد الرزاق، معلش العمق، ميرتيز ميمارش، العرضية منير، عيتك راقب وضعيتك، طلع الأمامية في اتجاه لوكاكو، لكن طالت مباشرة إلى ضربة وحده. عبد الرزاق والركنية، عبد الرزاق حمديات، حذر من العرضية. عبد الرزاق لا زال يحافظ على كرة ممتازة. يلا جول كرة الخلاص، كرة الأمان، كرة الاطمئنان. الله أكبر، كرة الكاو، المغاربة يكتبون التاريخ. خبين أوروبي آخر، نحن في الطريق، نحن الصافرة يا وليد، انتصار تاريخي وسجدة للاعبين للمولى تعالى بعد هذا الفوز التاريخي الكبير في استاد الثمامة.
سجلوا عندكم يوم 27 من شهر نوفمبر. هنا كانت حكاية ورواية، أحلى رواية الانتصار لأسود الأطلس.